القرعة في مصر، لكن مصر مش بتشارك. القصة اللي ما بتنتهيش، منتخب مصر للسيدات عمال بيتأخر عالميا في الوقت اللي كل المنتخبات النسائية فيه بتتقدم خطوة، سواء كانت أوروبية، إفريقية أو حتى عربية. وسيدات المغرب أكبر دليل على الكلام ده. الكرة النسائية زي ما واضح للجميع بتعيش فترة تطور كبيرة، وبدأت تظهر للعالم كله، وكل بلد بتساعد سيدات منتخبها إنهم يكونوا أقوى، وكمان أنديتهم. لكن للأسف سيدات مصر فين من الكلام ده؟ زي ما الكرة المصرية بشكل عام اتأخرت، فالكرة النسائية المصرية متراجعة بشكل كبير. فحتى لو اللاعبات والمدربين بيحاولوا يطوروا من نفسهم وفرقهم، فهم مش لاقين أي دعم من الجهات الحكومية عشان يكملوا ويظهر التطور ده بشكل رسمي. لكن مصر برضو مقر المحافل الكروية الكبيرة جدا، ومش بس في كرة الرجال، لا كمان في الكرة النسائية. لكن للأسف احنا بنستضيف المحافل الكروية الكبيرة من غير ما منتخبنا يشارك فيها. تقريبا احنا تخصص حفلات بس. ايه بقى حكاية القرعة المهمة اللي اعلنت في مصر دي بس مصر مش هتشارك فيها؟ من فترة لجنة المسابقات في الاتحاد الافريقي الكاف اعلنت ان مصر هتستضيف قرعة تصفيات افريقيا المؤهلة لاولمبياد باريس لكرة القدم النسائية، واللي بكل اسف سيدات مصر مش هيشاركوا فيها. وبالفعل القرعة تمت يوم 30 مايو اللي فات، ومصر استضافتها في حفلة كبيرة جدا في مدينة 6 أكتوبر. وكان في القرعة منتخبات سيدات إفريقيا عربية وغير عربية، ومنهم منتخب المغرب، واللي بيعتبر نموذج مثالي لبلد عربية وإفريقية زي مصر مكانتها كبيرة في القارة السمراء، وتطور الرياضة وتحديدا كرة القدم الرجالية والنسائية بشكل ملحوظ. كمان في التصفيات دي موجود منتخب تونس ومنتخبات غير عربية زي الكاميرون وكوت ديفوار، تنزانيا، ناميبيا، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، سيارا ليون، أوغندا ورواندا. وكمان في منتخبات مش بنسمع عنها كتير ولا في كرة القدم النسائية ولا الرجالية. طيب فين المنتخب المصري الكبير اللي بيستضيف على أرضه قرعة المنافسة دي؟ للأسف مش موجود. طيب ليه؟ سؤال بديهي طبعا، مصر مش بتشارك في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس ليه؟ لكن الإجابة البائسة المعتادة إن منتخب مصر النسائي في التصنيف الثاني للفيفا، ومش هيشارك في التصفيات دي غير منتخبات التصنيف الأول. شيء غريب جدا، يعني منتخبات زي اللي أول مرة نسمع عنها دي، مع كامل احترامنا لكل المنتخبات دي طبعا، تبقى في التصنيف الأول ومصر في التصنيف الثاني. طب ليه؟ إيه اللي يخلي المنتخبات دي تتفوق على مصر؟ الحقيقة هي حاجات كتير، أهمها إن البلاد دي مؤمنة إن في منتخب كرة نسائية أساسا، وإن مع اهتمام العالم وأوامر الفيفا لازم نبتدي نديله بعض الاهتمام. إزاي؟ بطرق كتيرة جدا. أولا نوفر له جهاز فني مناسب، ونتابع مع الجهاز الفني ده الفريق محتاج إيه. كمان نراقب اللاعبات المصريات في الأندية المصرية والعربية والأوروبية. هتقف عند الأوروبية وتسأل عندنا محترفات مصريات كتير في دوريات عربية وأوروبية، بس في الآخر بيلعبوا في أندية أوروبا، مشاركتهم مع المنتخب قليلة جدا، لأن في بعض المنافسات كان بيبقى من حق المنتخب إنه يشارك لكنه بيعتذر، وده لعدم توفر حاجات كتير تساعده إنه يسافر ويشارك في منافسات حتى داخل القارة الأفريقية، غير مراقبة اللاعبات، توفير ماديات لمنتخب السيدات تساعده إنه يلعب ماتشات ودية عشان يرفع تصنيفه العالمي والإفريقي. وبالفعل الفيفا مخصصة ماديات كبيرة للكرة النسائية في كل دول العالم، خصوصا اللي عندها منتخب شارك في منافسات قبل كده وكان موجود في الصورة. ولكن للأسف كل ده مش بيحصل. عندنا كفاءات كبيرة من لاعبات أو مدربين أو مدربات يقدروا يوصلوا بالمنتخب ده لأبعد نقطة، لكن العائق الكبير هو إهمال اتحاد الكرة للكرة النسائية المصرية. حاجات مش عارفين هتنتهي امتى، لكن نتمنى قريب نشوف منتخب السيدات في مكان أكبر، ونتمنى اتحاد الكرة يدي المنتخب بعض الاهتمام عشان يوما ما كده نشارك
في كأس العالم للسيدات، ونكون أقرب للمنتخب المغربي اللي بيسيطر على القارة الإفريقية حاليا وبينافس عالميا.